السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيديو النهاردة يا جماعة معانا مطبخ حلة سمارت. حلة سمارت يا جماعة اللي هي من المشتملات السمراء اللي مش شايفينها في الفيديو. حلة طبعا منظرها جميل جدا، فيها اوبشن عالي جدا. فيها طبعا نحكي الأول عن مواصفاتها. معاها صرف كوباية، معاها حنفية فلتر سمراء، معاها الفتحة اللي هي الشبكة اللي بتغسل الكوبايات، تضغط عليها الكوباية تغسل. وبيجي معاها الصفاية برضو في قلب جنب الحك جنب الخلاط، صفاية للسكاكين اللي هي صرف وصلها بالصرف. وبيجي معاها بتاعة القطع اللي بيجي معاها، القطع اللي هي بتعمل عليها الخضار اللي هي الخشبة. وبيجي معاها اللي هو المعلبات اللي بتحط فيها الخضار. والخلاط بتاعها في بكرة كده بتلفها، بتجيب معاك الرشاش اللي هو بيغسل الخضار اللي هو اللي قدام، اللي عامل زي الدش ده، بيغسل الخضار لو انت حاطه في العلبة بتاعته. وبتلف لفة تانية بيقلب الماء على خلاط الشيف. خلاط الشيف الراس بتاعته فيها زرار بتتك عليه بيعمل لك صباب عادي او شلال او دش، تقدر تسحبه برضه. معانا اللي هي برضه تقل تحت، تقدر تسحبه وتمشي بيه تغسل بيه الرخامة او حاجة وترجعه تاني. وفيها برضه صابون سائل بخاخة صابون سائل. هي يا جماعة جميلة جدا في الشكل والمنظر وبرضه الاستخدام، بس فيها انواع للاسف يعني، فيها انواع رديئة وانواع كويسة. في انواع اعلى من اللي احنا مركبينها دي، بس طبعا هي رينج المعقول، في رينج اعلى من كده. انا ما بنصحش بها بصراحه. انا بنصح بالحل في الاستانلس. ام مشتملات شفتها في كذا فيديو قبل كده، وبركب على اي خلاط شيف. جميله، مشتملات قليله، عطله قليله، صيانتها سهله. حتى خلاطها بيكون له قطع غير سهله عندها. ده خلاط يعني مشاكله كتير وصيانته صعبه شويه. بس طبعا ربنا يبارك لصاحبها يا رب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب.